السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد المملحات اللي تيجيو رائعين غير بعجين المسمن، وبحشوتين اللي تيجيو مختلفين مرقين ومقرمشين واقتصاديين. بحال الورقه كما تتشوفوا معايا. راه تيجيو رائعين رائعين، تيجيو مرقين من الداخل. وعلاش لا ما تسجلوهمش لرمضان ان شاء الله، راه على الابواب وننوعوا شويه. ثم كما تتشوفوا معنا حتى بالنسبه للحشوات راه موجود، المقادير ديالها موجوده في كل بيت. وغادي نبداو يا بسم الله على بركة الله بالمقادير والطريقة في نفس الوقت. بالنسبة أنا عندي 700 غرام ديال الدقيق أبيض، ضفت ليه واحد الخمارة، غادي نضيف واحد شوية ديال الملح حسب الذوق. هنا غنضيف واحد المعلقة عامرة ديال الخل، هي اللي تتعطي ديك القرمشة العجين ديال المسمن المملحات. هنا غادي نضيف غير البياض تاع البيض، والصفر غنحتفظ به للزين. صافي وغنجمع العجين بالماء عادي كما تتشوفوا معايا. بالنسبه للعجين راه بحال ديال المسمن، الشكل ديال المسمن. انا من بعد ما جمعت العجين على هذا الشكل غادا ندلك هي واحد الدقيقه او اقل، هي باش ينسجم ليا الدقيق، تولي العجينه متماسكه تلك اللي خفيفه. صافي غادا ندهن هاد الاناء اللي عجنت فيه في الاول شويه بالزيت. غادا نخلي العجينه ترتاح شويه وندوز باش غنوجد معكم الحشوه الاولى. انا هنا ضفت شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال زيت المائده. غادا نضيف هنايا بصله خضاريه، هاد الحشوه تتجي رائعه بهاد البصله الخضاريه والخضر، اقتصاديه. حتى الوليدات اللي ما تياكلوكمش الخضر تياكلوهم في هاد الحشوات. والله انا ولادي يعجبهم هاد الحشوه اكثر من الاخرى. انا ضفت واحد جوج جزرات صغار اللي حكيتهم بحكاكه متوسطه ماشي رقيقه كاع، وجوج قرعات كورجيت اللي حتى هما حكيتهم في الحكاكه. بالنسبه لهاد الحشوه غنيه بالخضر، ضفت هنايا واحد المعلقه ديال الملح، شويه ديال سكينجبير وشويه ديال التحميره او بابريكا. عندي هنا نص معلقه ديال الخرقوم البلدي. هنا غنضيف واحد المعلقه عامره عطريه ديال الحوت. بالنسبه لهاد الخضره غنكوها بعطريه ديال الحوت حيت غنضيفوا لها الطون. وضفت هنا واحد المعلقه ديال الهريسه، الهريسه تعطي واحد المذاق رائع مع الحوت. صافي هنايا غنبدا نشحر هاد الخضر اللي تنشحرهم على نار اللي تكون متوسطه باش تشحر ليا ديك الخضره بسرعه وما تطلقلياش الماء. وضفت هنا واحد المعلقه ديال الزعتر. غير جربوا هاد الحشوه تتجي رائعه والله، وتتجي معلكه كما كتشوفوا معايا. يا من بعد الخضر ما نشفت ليا مزيان ما يبقاش فيها الماء نهائيا. غادي نضيف هنايا واحد زلافه صغيره ديال الزيتون الاسود اللي قطعته هكا رقيق، واحد العلبه ديال الطون اللي صفيتها من الزيت. غادي نفلتتها هكا بيديا. صافي وغادي انا هنا راه طفيت النار على المقله كما تتشوفوا معايا. من بعد ما جيت نضيف الزيتون والطون راه كنت طفيت النار. غادي نزيد واحد القطع صغار ديال الموزاريلا. بالنسبه للموزاريلا تبقى اختياريه، انا كانوا عندي وبغيت نضيفهم، راه تجي مع الكبلاش. صافي دابا غنخلي هذيك الحشوه الاولى تبرد، خاصها ضروري تبرد مزيان. وغندوز كما تتشوفوا معايا العجينه راه ارتاحت مزيان.
نقدر نقطعها كرات اللي تيكونوا شويه كبارين على هذا الشكل هذا. هنا غنقطعها باش نخليها ترتاح المره الثانيه، وندوز باش نوجد معكم الحشوه الثانيه كما تشوفوا معايا. صافي غنغطيهم ونخليهم تقريبا واحد 5 دقائق او 10 دقائق وندوز باش نخدمهم. هنايا عندي في نفس المقله غنضيف شويه زيت الزيتون وشويه ديال الزيت نباتيه. غنضيف واحد 2 بصلات صغار اللي قطعتهم هكايا رقاق، شلو الثوم. غنخلي هاد البصله تشحر، تنزل ليا واحد شويه. غنزيد ليه واحد 250 غرام ديال هاد القطع ديال لادان اللي مخلطين ما بين الصدر والفخذ. داك الفخذ تيجي فتي وتيجي رائع في الحشوات. هنا ضفت واحد الفلفله حمراء وفلفله خضراء. وغادي نضيف التوابل. انا ضفت الملح في الاول ما تصوراتش ليا، وضفت شويه سكينجبير، شويه ديال الخرقوم بلدي، وغادي نضيف شويه التحميره او بابريكا، شويه الابزار، عندي هنا واحد المعلقه ديال الهريسه. وهنا ضفت واحد المعلقه كبيره ديال القزبر والمعسل المدقوقين مع شويه الثومه. انا ضفتهم حتى قربت طيب الحشوه. هنا من بعد ما طفيت على ديال الربيع على الحشوه غادي نزيد واحد تقريبا واحد 2 معالق اللي تكونوا كبارين ديال الرز اللي سلقته نص السلقه، اي نص السلقه. هذا الرز تيجي رائع، عرفتي تجربته انا في بحال هاد الحشوات وعجبني وقلت نشاركوش معكم. تيجي معلك ولذيذ. هذاك الرز اللي تيطيب دغيا داك البيض. هنا عندي الزبده اللي ذوبتها وخففتها بشويه ديال الزيت، ما فيهاش الزيت بزاف، وعندي معاه وخلطت معاهم واحد المعلقه ديال النشا اللي غادا نورق بها. وعندي هنا الزيت بوحدها اللي غادا نطلق بها نطلق بها المسمن في الاول هكا، ندهن بها سطح العمل وصافي، ونورق بهذيك الزبده وشويه النشا. يمكن لكم تورقوا غير بالزبده، انا النشا راه ضفت غير واحد المعلقه صغيره ما ضفتش بزاف. وشوف كما تتشوفوا معايا تكون هاد العجين ارتاحت، تطلق بسهوله. تنورقوها مزيان حتى تيبدا يبان لنا سطح العمل. صافي ترشوا بهاد الزبده اللي مع شويه النشا. هاد الزبده والنشا هي اللي تتخلي هذاك العجين تيجي مرق وما تيجيش معجن نهائيا. صافي وغادي نشكلها على شكل مسمنه هكا مربعه. صافي غنوضعها جانبا وغندوز باش نورق وحده اخرى، ونستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه كامله غنورقها من هذا الشكل. من بعد ما تنورقهم انا ما تنخليهمش يرتاحوا نهائيا، غير تنكملهم تنبدا نخدم بهم. الا طلقوا بزاف تيجي صعيب باش نتحكموا فيهم.
هاد المملحات البنات تيجيو رائعين والله، يجربوهم. صافي دابا غندوز الوحيده الاولى اللي خدمت، صافي نبدا نبسطها على شكل مربع. تنبسطها رقيقه، السمك تاعها تقريبا تيجي بحال الورقه. صافي وقطعتها هكا على 3. هاد الشكل غنعمرو بالحشوه اللي خدمت معكم في الاول اللي بالخضره والطون. هذه هي الحشوه من بعد ما بردت مزيان. صافي تنحط واحد الكميه هكا. بالنسبه لهاد المملحات راه متياخذوش معنا وقت ديال الوقيت بزاف في الكوزينه نهائيا كما تشوفوا معايا. تنخدم 3 أو 4. صافي كنت نبدا ندور عليهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه لداك الجنيب اللي شرط تيجي هكا تيعطي واحد الديكور. صافي وغادا نجمعهم هكا، تجمعهم بواحد الكيغدو. بالنسبه لهاد الكيغدو راه هي شويه تيجمع العجينه وصافي، واخا يتبعدوا واحد شويه غير تطيب تتجمع، هي باش يبقى جمعهم. صافي انا خدمت معكم شكل الوحيده الثانيه ساهل وبسرعه. صافي حتى هذه غنحطهم في لاطه اللي غتدخل الفران. وهذا الشكل راه ساهل، تيجي زوين في المنظر وتيجي مقرمش والمذاق ديالو تيجي زوين. خصوصا هاد الحشوه راه جات رائعه، غير جربوها. صافي وتستمر على هاد الشكل هذا حتى تنكمل الكميه كامله ديال هاد الشكل الاول. بالنسبه للحشوه ما نخليوهاش تخرج لينا مع الجناب، هذيك الجناب خصو يبقاو خاويين باش نشدوهم هكا. خاصة تحطوهم في لاطاي ديروا لهم هذاك الكيغدو باش يبقى شاد ما يزلقش منهم. بالنسبه للفيديو راه شرح راسو عفوا. عود ديروا لهم هذا الشكل هذا بغيتهم يبقاو قابطين. صافي هنا غادا ندوز معكم للشكل الثاني اللي غنعمرو بالحشوه الثانيه. حتى هو تنبسطو مزيان كما كتشوفوا، وتنقطع هذا المربع على هذا الشكل هذا تيعطينا هكا مثلثات. صافي وغنحط فيها الحشوه اللي حتى هي بردات. الحشوه تتجي رائعه وتتجي معلكه، خصوصا هذاك الروز اللي درت غير شويه ما كثرتش، ولكن تعطي واحد التعليكه في بحال شكل البريوات تكونوا دايرين فيهم الروز، واحد التعليكه تتجي رائعه. صافي غادي ندير لهم هاد الفرماج ديال الساندويشات اللي تيجي لذيذ، وغنخدمهم على شكل سيجار ساهلين. وكل مسمنه تعطينا 4 ديال السيجارات كما تشوفوا معايا. العجينه اللي رقيقه. صافي على هذا الشكل هذا بسرعه تنكملهم. وعطوني كميه اللي كبيره، يمكن لكم حتى تشمعوهم هاد الكميه وتحتفظوا منهم في الثلاجه حتى نديرهم في الفران تيتشمعوا. من بعد ما تيبردوا تنحتفظوا بهم في المجمد.
من تنبغيهم مباشرة من المجمد حتى نخشيوهم في الرا اللي تيكون سخون. أنا من بعد ما كميت الكمية كاملة كما كتشوفوا معايا، راه عطاتني 30 حبة، كمية اللي كبيرة من بيناتهم. صافي غندهنهم بهاد الصفار ديال البيض اللي درت مع قطرات الخل. السكر غنزينهم بالنسبة هادو على شكل سيك بالشوفان. بالنسبة للتزيين تيبقى اختياري، كل واحد تيبدا كيبغى في التزيين. وهذا الشكل الاول زينته بشويه ديال البافو. صافي غندخلهم الفرن اللي تيكون سخون من قبل، نخليهم حتى يطيبوا ونحطهم يتحمروا على الوجه ديالهم كما تتشوفوا معايا على هذا الشكل. انا الا جبتهم مازالين سخانين، شوفوا يا ريت تسمعوا القرمشه اللي فيهم، غتيجيو مقرمشين. بالنسبه للكيغدو راه تتحيد بسهوله من بعد ما تيطيبوا. كما تتشوفوا معايا راه تجي العجينه شاده راسها وتيجي هاد الشكل ما تيبعدش زعما هذاك الكيغدو راه تيشدهم. وهذا الشكل التالي كما تتشوفوا معايا راهم سخانين بزاف. شوف كيجيو راه تيجيو مرقين، ما تيجيوش نهائيا معجنين. هما من بعد ما وضعتهم في الطبق تقديمه بالصحه والراحه. وتنتمنى لي اول مره تيشوف القناه ديالتي يشارك فيها باش يوصلكم الجديد. وما تنساونيش البنات باللايكات ديالكم، وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده.